اهلا وسهلا، تحياتي لكل حبايبنا من الجربه، عيدكم مبروك. باش نواكبوا معكم طبعا حصه التمارين استعدادنا من الجربه الى قادم الجولات، 7 جولات مهمه جدا من الجربه باش ناخذوا اراء طبعا عديد اللاعبين من الجربه فيما تبقى من الموسم. خذينا بعد ما عملنا المرحلة الأولى من مباريات العودة، اليوم 6 مباريات عملنا فيهم هزيمة و4 تعادلات وانتصار. حبينا نكملوا على نفس الوتيره، لان عملنا الانتصار الاخراني كان باش يخلي الاولاد مرتاحين اكثر وعندهم موتيفاسيون اكثر باش يعملوا مباراه جلمه اخير. حب ربي ان جبت التريف هذه خدمنا فيها، خدمنا على الجانب البدني، خدمنا على الجانب التكتيكي. الجمعه هذه نخدموا على الجانب التكتيكي، الجمعه اللي قبلها خدمنا على الجانب البدني برشا. ان شاء الله بحول الله بالعزيمه نتاع الاولاد اللي قاعدين يخدموا وقاعدين يعطوا اكثر ما يمكن من التركيز نتاعهم، من بذل المجهود نتاعهم، بحول الله باش نكونوا حاضرين بنسبه كبيره لمقابله الجلمه. وان شاء الله بحول الله اذا كان باش نكونوا في احسن فتراتنا، باش نقدموا وجه طيب، وبقدره ربي باش يكرمنا ونتبع النتيجه كما تبعتنا في رديف. ان شاء الله باش تتبعنا في مقابله الجلمه ان شاء الله. العوده التدريجيه لبعض اللاعبين ممكن تقلقش شويه على مستوى برنامج التحضيرات؟ بالطبيعه تعرف انت، احنا نخدموا توا لاكارت. الاولاد اللي حضروا في الاخر اللي غابوا حصتين وثلاث حصص عندهم برنامج خاص، وناخذوهم على حداء ويخدموا وحدهم، ندخلوهم في المجموعه بشوي بشوي، والمجموعه الاخرى اللي قاعده متنظمه في التدريب، واخذ الريتم واخذ النسق واخذ كل شيء. وبحول الله ان الاولاد حتى اللي التحقوا متاخرين بحصه وبحصتين عندهم الخبره الكافيه اللي باش تلافي كل النقائص. وان شاء الله بحول الله ربي باش يكرمنا. اللحمه نتاع المجموعه مهمه جدا ومهمه جدا، ولينا نعم نشوفوا في اجواء طيبه في الفريق. ان شاء الله الاداره تتبع، وان شاء الله الاداره تعمل كل ما يسعى وتحضر كل شيء وتوفر كل شيء باش نكونوا في احسن حالاتنا في مقابله الجلمه ان شاء الله. سكر التحضيرات فماشي مباراه وديه باش تخدموا بها؟ والله كنا نحبذوا، كنا باتصال مع زوج فرق. الله غالب اعتذروا منا في اخر لحظه، اليوم صباح اعتذروا منا فريق، وكلمنا الفريق الثاني ما نجمش، لان اللاعبين نتاعهم مازال ما رجعوش للتمارين. حابين على مقابله وديه، ولكن لحد الان ما فماش، لكن سعيين ان شاء الله بقدره ربي باش نعملوا مباراه تطبيقيه باش ناخذوا الاولاد ياخذوا اكثر وقت لعب، وناخذوا اكثر يتعودوا على بعضهم اكثر ان شاء الله. كما انا نقول راهو الدعم الاول والاخير هو الجمهور نتاع الامل. ان شاء الله يكون في مستوى الحدث ان شاء الله، ديما يكون ورانا ان شاء الله، ديما يساندنا ان شاء الله. التكافؤ هذا مش سيكل، مش برشا، مش 7 مقابلات، مش برشا، شهرين ان شاء الله من زمان ان شاء الله الناس كلها تتكاتف، اداره وجمهور ولاعبين ان شاء الله ربي يكرمنا ونخلوا الامل في المكان نتاعه، ولو ان هي المكان الاصلي ان شاء الله الرابطه الاولى ان شاء الله. ان شاء الله اخر 7 جولات هذو لازمنا كل ماتش كوب ان شاء الله نستغلوهم، وان شاء الله نخلوا لما الجرة في بلاصتها ان شاء الله. مسؤوليتكم كبيره برشا كلاعبين اكيد في الاخر الاداره تخدم البرا، النوترناري يعمل عليه، باقي اللي في التيرا احنا الجوارات احنا مسؤولين الاولين ان شاء الله بقدره الله كلهم قد المسؤوليه هذه، ويد واحده كاداره كاطار فني كجوهرات نخرج من المرحله هذه ان شاء الله. سهل علي مشكور. تقول حارس مرمى يعني تقول تقريبا اشترى الفريق، عوده قويه في الجولات الاخيره، ومسؤوليتكم كبيره فيما تبقى من الموسم. ان شاء الله بحول الله نكملوا
معناها نكملوا نبنوا على الماتش الاخر اللي ربحناه، نكملوا باجواء طيبه، نحضروا ماتشواتنا، مازالوا 7 ماتشوات، ناخذوا كل ماتش ماتش كوب برشا شخصيه، نوقفوا الناس كل مع بعضنا، جمهور، اداره، جوارات، خاطر تحب ولا تكره مازال ما تلعب شيء، ونعرفوا معناها اللي صعيبه الدنيا كل، معناها الامور ماتشوات كل مش باش يجينا ماتشوات سهل، اما بحول الله باش نكونوا رجال، بنجوا لاخر دقيقه لاخر ماتش باش نحاولوا معناها نتفادوا المرحله الصعيبه اللي احنا فيها. احباء من الجربه ينتظر منكم طبعا انتم كملاعبيه اكيد مجهوداتكم مضاعفه على المدى. اكيد خاطر ما تنجم انت توصل للاوبجيكتيف اللي تحب عليه كان ما تضاعف، احنا توا نقولوا تعطي في 100% يلزمك تولي تعطي 200 وشوفوا نخلطوا شفناه معناها بحول الله باش نبدو كلنا معناها جوارات كل وجه اخر خويا، ونركزوا بحول الله معناها ما يصير كان الخير بحول الله. غازي شلوف لاعب وسط ميدان مريض بجربه، غازي اكيد انتم اصحاب الخبره منكم مسؤوليتكم مضاعفه بارابور زملائكم. صحيح يظل سيرتو في الوقت هذا وتحب ولا تكره فما ضغط معناها بتاع نلعبوا على تفادي النزول. عندنا مهمة كبيرة في الجروب، 4 ولا 5 جوارات هم اللي نحاولوا معناها نقصوا الضغط على الأولاد، سيرتو تشوف معناها الماتشات اللي تعداو في سيرتو في جربة ضيعنا بوانات معناها كنا في مثل حاجة اليوم، سيرتو ضربة الجزاء، ماتش بوحجلة، ماتش عقارب، ماتش كابس، اليوم يظل وصلنا لمرحلة ما عادش عندنا حق باش نضيعوا حتى نقطة. جاي 7 ماتشات، كل ماتش بالنسبة لنا حياة وموت، قدرة ربي معنا الكل حاسين بالمسؤولية، وقدرة ربي نحطوا الأمل في بلاصتها إن شاء الله. كلمة اللي حبها مجرب. والله نطلب منهم جيست معنا يقفوا معنا بحول الله، احنا رانا حاسين بالمسؤولية وبقدرة ربي معنا كل جوار باش يعطي كل ما عنده، وبحول الله سيرتو الماتشات اللي في جربة نجيبوهم ونحاولوا معنا نجيبوا نقاط من برا بقدرة ربي، معناها ما فما حتى شيء صعيب وما فما حتى شيء مستحيل، إن شاء الله بحول الله معنا نحطوا الأمانة في بلاصتها. محمد العنالي، طبعا كنت نحكي مع زملائك يعني 7 جولات متبقية ومسؤولية كبيرة للاعبين. والله صحيح كما قالوا زملائي السابقين، مسؤولية كبيرة طرح هذايا لازمنا نخدموا عليه، طرح جلمة 3 بوان، والله جورات كلها عاقدين الحزم اللي باش نجيبوا 3 بوان هذوما ان شاء الله نفرحوا جمهورنا ونفرحوا الكوتش والناس الكل ان شاء الله. وشنو تقول طبعا اللي حبها مجرب؟ والله باش نعودهم ان شاء الله للطرح هذايا والطرح اللي جاي ان شاء الله في جرب باش يكونوا 6 بوان، باش نخليو الكيبات اللي قبلنا الكل ينو بحذانا، وان شاء الله باش نمنعوا الجمعيه هذه ونخلوها في بلاصتها بحول الله. طبعا ريان الزردابي من اللاعبين شبان المجربه في وضعيه 7 جولات اكيد متبقيه، شنو كيف تشوف بقيه الموسم؟ والله ان شاء الله ربي معنا 7 جولات صعب، ان شاء الله الاولاد نكونوا قد المسؤوليه ونمنعوا الجمعيه صعيبه ومش سهله زاده، ان شاء الله ربي معنا وبحول الله ميدون في بلاصتها. كلمه اللي حبها مجربه. بحول الله ميدون في بلاصتها، وان شاء الله كل ماتش يجوا يدزوا معنا بحول الله ميدون في الدور. طبعا يعطيك الصحه. شكرا ريان. شكرا. منتصر الاسود اكيد 7 جولات متبقيه ومسؤوليه كبيره اللي حبها مجرب. السلام عليكم صاحبي. والله ان شاء الله قاعدين نترين على رواحنا، قاعدين نخدم على رواحنا بقدره ربي، فما كان الخير مازال فما 6 ماتشات قدامنا بقدره ربي باش نروح بريزلتا بوزيتيف ان شاء الله. انتم كملاعبيه اكيد دوركم كبير لمضاعفه المجهود اكيد. والله ان شاء الله قاعدين نعطوا اللي علينا في الانترينمون في كل شيء، قدره ربي لا بس قدره ربي. احباء مجربه ايش تقول لهم؟ والله نقول احباء من الجربه ان شاء الله وقفوا معنا بالكلمه باهيه بقدره ربي تشوفوا منا كان الخير ان شاء الله.